الرز في الكسكاس اللي كيجي اكثر من رائع، كيجي البنات مفروم، كيجي حبه حبه، كيجي غزال بواحد الشرموله البنات اللي كتعطيه واحد اللذه ما نعاود لكمش عليها. اكيد الا جربتوا هذا الرز ما عمركم غتستغناو عليه، ودائما تبقاو تحضروه لوليداتكم اللي ما كياكلوكمش الخضره بوحدها. المهم الغزاله ديالي فرجه ممتعه، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم ما تنساونيش بواحد البصيمه وواحد كومنتير زوين من عندكم اللي كيفرحني. واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه واموركم هانيه؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبالصحه وراحه البال نتوما وليداتكم وعائلاتكم وباش ما تمنيتوا. وبقاو معايا الغزالات ديالي وندوزو لطريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه. اول حاجه كنديروا الرز ديالنا. الرز البنات الرز كلاصي البنات، ديك الرز الصفر كنديروها البنات في الماء بارد، في سميتو كنغسلوه واحد شويه في الماء بارد، وعاد كنعملوها البنات في الطنجره. ومن بعد البنات ملي كنحسوا به بدا كيدخلوا الطياب كنحيدوا له ديك الكشكوشه اللي كتبقى تطلع للرز، كنحيدوها وكيطيب البنات غير نص طيبه. ومن بعد الغزالات ديالي غادي ندوزو هنايا للتحضير ديال الشرموله ديال الدجاج. هنا كنعملوا واحد 3 ديال المعالق ديال زيت نباتيه، وغادي نعمل شويه ديال الابصار، وغادي نعمل شويه ديال الخرقوم، ونعمل شويه ديال التحميره، ونعمل شويه ديال الابصار، ونعمل شويه ديال السكينجبير، وغادي نعمل واحد شويه ديال البصله الثوم ديال البصله بودره. وهنايا الخرقوم البنات والربيع البنات. هنا غادي نسى الربيع، ولكن من بعد عاد غادي نضيفو مع الخضره. هنا راني كنت نسيتو. صافي كندير التوابل كلهم، وهنا كنضيف عاوتاني واحد شويه ديال الثوم بودره. وصافي كنحرك ديك الشرموله مزيان مع بعضياتها. عاد غادي نجيب الدجاج ديالنا. الدجاج البنات كيبقى على حساب الافراد العائله والكميه اللي عندكم، يعني تقدروا تعملوا غير الفخيدات بوحدهم، تقدروا تعملوا صدر بوحدهم. المهم البنات داكشي اللي متوفر عندكم وعلى حساب افراد العائله كما قلت لكم. ماشي ضروريه الكميه ديال الدجاج شحال غتكون ولا شي حاجه. صافي البنات كنشرملو مزيان هاد الدجاج هذا، وكنخليه البنات واحد شويه كيشرب ديك الشرموله تمن ديك ساعه المكانه، كنخليه كيتشرب ديك الشرموله. من بعد كندوز كنحيدها كنعملها هكا في التبسيط. وكنجيب داك الخضار ديالي، داك الجزر اللي عندي مقطع طريفه الزيتوين محيده له داك العظم ديالو مقطع طريفه الزيتوين، والجزر الجزر والبطاطا وجلبانه البنات اللي كانت عندي في المجمد. وصافي كندخلها البنات ديك الشرموله مزيان في ديك الخضر. المهم كندخلها مزيان. ومن بعد كنزيد البنات شويه ديال العطريه، يعني كل شويه كنزيد شي شويه من الحاجه. وصافي ومن بعد غادي نضيف الربيع، وغادي نديروا البنات السودانيه شويه ديال الفلفله غبره ديك السودانيه. وغادي ندير واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الحك، وغادي ندير معلقه ديال الربيع اللي عندي مخلط مع المعدنوس وشويه ديال الثومه والربيع، يعني معدنوس وربيع وشويه ديال الثومه. كان دائما كنكون موجده عندي، وكنديرو في المجمد في الثلاجه هكا عفوا. وغادي نعصر واحد شويه ديال الحامض، غير داك شويه، غير واحد القطيره اللي شط لي من الدجاج من الشرموله ديال الدجاج. وصافي وكندير داك الصلصه ديال المطيشه د الحك. وصافي وكنزيد واحد المعلقه ديال زيت نباتيه، وكنبقى نحرك الغزالات ديالي مزيان. صافي غادي نحرك داك الخضر مزيان، وغادي نخليها البنات كما كتشوفوا. من بعد غادي نجيب داك الرز ديالنا من بعد ما تسلق سلقه، يعني نص سلقه، كنخويها البنات على ديك الخضر، يعني كيكون مصفي من الماء ديالو، وكيكون يعني ماشي كديروه سخون هكا كما كتجبدوه من الكسكاس، كديروه كتخليوه المهم على الاقل حتى يبرد واحد شويه. صافي ومن بعد كنخلطهم على هذا الشكل هكا الرز مع الخضر كاملين. دابا غادي نجيبوا البنات الكسكاس ديالنا اللي غادي نضيفوا فيه الدجاج ديالنا ونضيفوا فيه الخضره ديالنا. صافي حتى الغزالات ديالي غنستف ديك الدجاج. المهم غنستفو هكا هو الاول في الكسكاس، كنديروه في القاع ديال الطنجره هو الاول. كنديروا غير هيدا، يعني كتشكلوه كما بغيتو. هيدا كتعملوه في الوسط باش كيجيكم في الوسط ديالو ملي تقدموا الطبق ديالكم كيجي لكم هو من الفوق. صافي هنا غادي نخوي داك الخضر ديالي كامله، الخضر والرز. صافي ودابا غادي نخوي داك الخضر ديالي كاملين، وغادي ندوز الغزاله ديالي باش نديرو فوق البرمه. راني دايره فيها الماء كيغلى،
وصافي وغادي نغطي عليه تغطيو عليه بداك ورق الزبده او داك المهم داك السلوفان ولا اللي كان متوفر عندكم الغزله ديالي كتديروه عليه وكتعملوه هكا كيتبخر. المهم من بعد البنات ما درتو في الكسكاس هانتوما كتشوفوا قربت لكم على قرب كيفاش كيبان. المهم الغزال ديالي المهم ساهل ودغيا دغيا ما كياخذش الوقت بزاف دغيا كتقدروا تحضروه يعني ما كياخذش. هنا من بعد ما طاب الرز ديالنا كما كتشوفوا دابا راني عريت عليه هانتوما كتشوفوا يعني دابا طايب ما شاء الله. يعني هانتوما غادي تشوفوا لا الجزر ولا البطاطا يعني كل شيء طاب. هانتوما شفتوه كيفاش طاب ولا زبده البنات وصراحه الله يعني جا غزال وجا واحد المذاق فيها البنات اكثر من رائع. جا اول مره صراحه الله غادي يعجبني هذا الرز هذا ملفه كنديرو ولكن كيديروا في طرق اخرى ولكن هذا عجبني بزاف. دابا غادي ندوزو الغزلات ديالي باش نقدمو كما كتشوفوا. جبت الطبسيل وعملتوها البنات على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا صافي وكنقلبوها. نتوما البنات كتشوفوا يعني جا حبه حبه جات يعني ما كيجيش البنات معجن ما كيجي حتى شي حاجه يعني كتجي كل حبه بوحدها. هانتوما الغزالات ديالي الصراحه الله تقدروا تعدلوه للعشاء الغدا. المهم على خريجات هكا الانسان يكون خارج هكا للبحر ماشي شي نزهه هكا كيديه كيعملوا في الطويصه هيدا وكيديه ياكلوا البنات. راه نتوما عارفين البحر كيجي بالجوع وشي بلاصه هكا شي نزهه هيدا حتى هي كتجي بالجوع. تعملوا هكا في الطويصات وتديوه معكم البحر الصراحه الله كيتقدم بزاف ديال الطرق صراحه الله كيجي بنين. وهذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا ديال الرز اللي شاركت معكم هذا النهار. كنتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا الخبر كي جاكم. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش بواحد البصيمه وواحد الكومنتير زوين من عندكم اللي كيفرحني ونقول لكم بسلام عليكم. الفيديو ديالي كيسالي هنا كنتهلاو في راسكم وشكرا بزاف المتابعين ديالي الاوفياء على الكومنتيرات الزوينه ديالكم اللي كتخليو في حقي ونقول لكم بسلام عليكم وخليتكم على خير في وصفه اخرى ان شاء الله يا ربي او بلوك جديد. بسلام عليكم.